قال معلم لطلابه: اليوم سأشرح لكم الفرق بين الحلال والحرام. كان يوجد 3 أصدقاء هجموا على قصر كبير، وسرقوا كل ما فيه من ثروات ووضعوها على ظهر الحمار الخاص بهم. وأثناء سيرهم على الطريق اتفق 2 منهم على قتل صديقهم الثالث. اعمل لايك واشتراك. وعندما قاموا بالتخييم في منتصف الطريق، انتظروا حتى نام صاحبهم وهجموا عليه وقاموا بقتله. وبعدها قام أحدهم بالغدر وحاول قتل الآخر، ولكنه كان متوقع الغدر منه، فقام بطعنه بالسكين قبل أن يموت. ولم يستطع الثالث أن يكمل الطريق بسبب النزيف. وحينها كان الحمار وحيدا، فعاد بالكنز للقصر مرة أخرى ليعيد المال الحلال لأصحابه. فتأثر كل الطلاب بالقصة، ولكن أثناء ذلك ظهر ياسين في الصورة وقال للمعلم: أنت تقول إن ال3 لصوص الأصدقاء ماتوا، إذن من قام بحكي تلك القصة؟ الحمار